أهلا بيكم طلبة الصف الثاني الإعدادي. معاكم دعاء سالم. هراجع معاكم الوحدة الأولى تاريخ. هبتدي كده نشوف الأسئلة المهمة اللي فيها وشرح مبسط. احنا هنتكلم على أحوال شبه الجزيرة العربية قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل مجيء الإسلام كان في فساد، كان في ظلم. كانت في دول مسيطرة على العالم، منهم دولتين، عندي الفرس وعندي الروم. كل واحدة فيهم احتلت بلاد معينة، بالإضافة كانت لها عبادة معينة. أنا عندي الفرس كانت فيها الديانات الوثنية. طيب احتلت مين؟ احتلت اليمن والعراق. عندي تاني دولة الروم. دولة الروم كانت فيها طبعا الديانة المسيحية، واحتلت مين؟ احتلت مصر وبلاد الشام. روم يبقى احتلت دولتين، واحدة أولها ميم اللي هي مصر، والتانية آخرها ميم اللي هي بلاد الشام. عندي كمان الهند ظهرت فيها طبعا عبادات كتير جدا، عبدوا زواحف وعبدوا الأبقار. طيب نشوف كمان شبه الجزيرة العربية ظهرت فيها حضارات. من الحضارات اللي ظهرت في شبه الجزيرة العربية قوم عاد وقوم ثمود. نفرق ما بين الحضارات هنا والحضارات في الجغرافيا. طيب عندي كمان قامت فيها ممالك. في ممالك قامت في شمال شبه الجزيرة العربية مملكتين اتنين، حيرة وغساسنة. طيب تعالوا نشوف كده في الجنوب قامت، مين يقول بسرعة؟ قامت 3 ممالك، معين وسبأ وحمير. يبقى تاني في الشمال مملكتي الحيرة والغساسنة، وفي الجنوب بسرعة معين وسبأ وحمير. وعندي كمان في مدن قامت في الغرب، كلنا عارفين طبعا مين؟ مكة. حلوة قوي. يبقى هنا ممكن يجي يقول قارن بين عندي الفرس والروم من حيث الديانة ومن حيث الدول اللي احتلتها. طب تعالوا نشوف كده ايه هي أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام من الحياة الدينية. احنا عندنا الحياة الدينية كانت شبه الجزيرة العربية مهد لكثير الأنبياء. مهد يعني ايه؟ يعني بداية، يعني أساس. ظهر فيها هود، صالح، إبراهيم، شعيب، عندي إسماعيل ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا السلام. الله، طب حلو قوي. يبقى احنا كده عندنا شبه الجزيرة العربية كانت مهد لكثير من الأنبياء. ايه النتائج اللي ترتبت على دي بقى؟ عرفت مكة واللي حولها التوحيد بالله، ما ننساش السؤال. طيب يجي يقول لي ايه؟ اثبت بالأدلة تعددت الديانات والعبادات في شبه الجزيرة العربية. هي كانت كتيرة قوي كده؟ لازم نتكلم عن 4. يبقى نشوف تاني تعددت الديانات والعبادات في شبه الجزيرة العربية، ناخدهم بالدور. أول حاجة الحنيفية، ثم عبادة الأصنام، ثم اليهودية، ثم المسيحية. يعني الأول الحنيفية. طب يعني إيه الحنيفية؟ هي عبادة الله الواحد الأحد على دين سيدنا إبراهيم. ونخلي بالنا طبعا لما ظهرت بعدها الأصنام، اللي بقى في الحنيفية كان عدد قليل. قال له هي الأصنام ظهرت بعد الحنيفية؟ وللأسف عبادة الأصنام كان عليها إقبال كتير. طيب بعد عبادة الأصنام ظهرت اليهودية وظهرت المسيحية. بسرعة كده، اليهودية دين مين؟ موسى عليه السلام. طب والمسيحية؟ عيسى عليه السلام. طب هل معنى ذلك ان هم انتشروا في أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة العربية؟ لا، للأسف انتشروا في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية. حلو قوي. طب دي كده الحياة الدينية. ندخل بقى على النظام السياسي. طبعا أنا عندي شبه الجزيرة العربية ساد فيها النظام القبلي، اللي هي عبارة عن القبائل. طب بسرعة بما تفسر، ليه القبائل هي اللي كانت موجودة؟ أو ليه النظام القبلي؟ طبعا لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة. ده كمان في إيه؟ كان لكل قبيلة شيخ. طب هو الشيخ هيعمل ايه؟ هو هيتزعم القبيلة.
هو هيحدد حقوق وواجبات كل اللي موجودين في قلب القبيلة، صح كده؟ طبعا كلنا عارفين من أشهر القبائل اللي كانت موجودة، سمعوني بسرعة، قبيلة إيه؟ قبيلة قريش. طيب حلو قوي، احنا كده اتكلمنا عن الحياة السياسية. طب الحياة الاقتصادية، احنا اول ما نسمع كلمة حياة اقتصادية، جغرافيا وتاريخ، ادخل زراعة وصناعة وتجارة ورعي وتعدين والحاجات دي كلها. طب هنا دلل او اثبت بالادلة تنوعت الانشطة الاقتصادية في شبه الجزيرة العربية. دي اتنوعت ازاي؟ كان عندي اول حاجة النشاط الرعوي. طب ايه ده النشاط الرعوي؟ ده كانت الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية. طب سائدة ليه؟ دي صحراء. طيب كان في زراعة، كان في زراعة، بس زراعة هل كانت كتير؟ دي صحراء. لا، الزراعة كانت قليلة لندرة الأمطار. أمال هم كانوا شاطرين كمان في الصناعة. كانوا بيصنعوا، بس طبعا الصناعة بتاعتهم دي صحراء، كانوا بيصنعوا يا إما رمح يا إما سيوف. حلو قوي. هل معنى ذلك ما كانوش شاطرين في حاجات تانية؟ لا، حلو قوي، ده كانوا شاطرين في التجارة، حركة البيع والشراء يعني. طيب أنا عندي التجارة، ليه كانت التجارة سكان شبه الجزيرة العربية بيقوموا بيها؟ لأن احنا عندنا رحلتين اتنين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. طب الشتاء هنروح فين؟ هنروح بلاد اليمن. طب في الصيف هنروح فين؟ هنروح بلاد الشام. الله، طب احنا ليه بنروح هنا وبنروح هنا؟ لأن احنا بنروح عكس سقوط المطر عشان التجارة ما تبصش. طب حلو قوي. عندي كمان الحياة الثقافية. الحياة الثقافية طبعا، ده انا عندي العرب عشان الصحراء كانوا شاطرين جدا في الشعر والخطابة. طب الله، ده كان في شعراء طبعا، من اشهر شعراء العرب النابغة الزبياني، كلنا طبعا بنسمع عنه في اللغة العربية. طيب كان عندهم اسواق كمان. طب هل السوق للتجارة بس؟ قال لك لا، السوق كمان ما كانش للتجارة، ده السوق كانت ميدان او مركز بيتنافس فيه الشعراء والخطباء. حلو قوي، يعني الاسواق اعرف من ده ما كانتش تجارة بس. ايوه ما كانتش تجارة بس، امال لو كانت تجارة بس ما كانش يبقى لها لا اهمية ثقافية. طيب حلو قوي. ايه اشهر اسواق العرب اللي كانت موجودة وما زالت موجودة؟ عندي سوقين اتنين، واحد اسمه عكاظ والتاني اسمه ذي المجاز. طب حلو قوي، ده احنا كده زي الفل، الموضوع سهل. الموضوع سهل. طب ما تيجي نشوف الحياة الاجتماعية. انا عندي قبل ظهور الاسلام كانت المجتمع هناك بدو وحضر. مين البدو؟ اهل الصحراء. طب مين طبعا الحضر؟ اهل المدن. طيب العرب زي اي حد عندهم اخلاق حميده واخلاق طبعا غير حميده، او نقول عليها مش غير حميده يعني العادات السيئه. طب الحميده اكتب حاجات حلوه كتير، شجاعه، كرم، وفاء، حمايه الجار، الصبر طبعا والعفو عند المقدره، دول عايشين في صحراء. حلو. طب العادات بقى السيئه اللي عندهم، وأد البنات. ايه ده؟ يعني ايه وأد البنات دي؟ يعني دفن البنات احياء، كانوا بيقولوا عليهم طبعا دي فقر وعار، ده كان في الجاهليه قبل الاسلام. حلو. كمان بيشربوا كانوا بيشربوا الخمر قبل ما ينزل التحريم. الاخذ بالطار، يعني اللي قتل حد انا هقتله. طب كمان لعب الميسر، طبعا كلنا عارفين الميسر اللي هي القمار. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على الدرس اهو. طب اما اجي اسالك بقى واسالك، هل العالم كان في حاجه الى مجيء محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا، ده كان له اهميه كبيره. اول حاجه ان هيرشد الناس الى عباده الله الواحد الاحد عشان نشيل كل تعدد الديانات والعبادات دي. تاني حاجه هينشر لي مساواه، قيم، تسامح، طبعا رحمه. في حاجه صعبه لحد دلوقتي؟ لا جدا، ده كده التاريخ اصلا انتوا كلكم واخدينه في الدين. طيب تعال نشوف بقى ايه اللي هيحصل. هنتكلم على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب حد يفكرني كده، محمد صلى الله عليه وسلم ابوه ابوه اسمه عبد الله. طب امه السيدة آمنة بنت وهب. طب جده اللي رباه عبد المطلب. طب عمه اللي كان بيسنده ابو طالب. محمد صلى الله عليه وسلم اتولد في مكة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام 570 ميلادية. اتعرف العام اللي اتولد فيه محمد صلى الله عليه وسلم بعام الفيل، واجي اقول لك هنا بما تفسر لسمي عام مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بعام الفيل. تعالى يا سيدي اقول لك، العام ده
حاول فيه أبرهة الحبشي، ده كان حاكم اليمن والحبش اللي هي أثيوبيا، يهدم الكعبة. جهز جيش بمجموعة من الأفيلة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أهلك أبرهة الحبشي وحفظ الكعبة. طيب حلو، هو أبرهة الحبشي أصلا ليه عايز يهدم الكعبة؟ أكيد ليه هدف من دوت، صح؟ طب إيه الهدف؟ عايز يبعد العرب عن زيارة الكعبة، عن تعظيمها. وكان السيد طبعا بقى اللي هو طبعا أبرهة الحبشي عامل لي كنيسة بأرض اليمن، فكانت عايز الناس كلها تروح لها. الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد يتيم الأب. إيه ده؟ يعني أبوه مات قبل ما يتولد؟ أبوه عبد الله مات أثناء عودته من رحلة تجارية لبلاد الشام. أخلي بالي، عبد الله أبو الرسول صلى الله عليه وسلم توفي أثناء رجوعه من رحلة تجارية من بلاد الشام. أمال دفن فين؟ دفن في يثرب. يثرب اللي هي إيه؟ المدينة المنورة بعد الإسلام. طب حلو، أمال مين اللي هيربيه؟ جده عبد المطلب. ده جده فرح جدا بيه، ده مش فرحه بس، ده قبيلة بني هاشم كلها فرحت بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ قال لا، ده عطاء من ربنا سبحانه وتعالى، ده هيعوضهم كمان عن فقد مين؟ عبد الله. خدوا عبد المطلب وطاف بيه حوالين الكعبة وسماه محمدا. طب سماه محمد ليه؟ يكون محمود في الأرض وفي السماء. خلي بالنا بقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تسمى محمد، الاسم ده كان غير مألوف عند العرب. يعني غير مألوف يعني غير معروف. طبعا انا قلت امه آمنة بنت وهب، وهي من خيرة قبيلة مين؟ قبيلة قريش. طيب تيجوا نشوف كده طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان من عادات أشراف مكة اللي هي الناس الغنية دي إن هم بيبعتوا أبنائهم لمرضعات في البادية اللي هي الصحراء. ليه بقى؟ بما تفسر. اللي هيعيش في الصحراء هيكتسب منها صفات، منها إيه؟ فصاحة اللسان اللي هي اللغة العربية الصح، قوة البنيان هيبقى ناشف عظمه قوي، رجاحة العقل ذكي، دي صحراء فتعلم منها الصلابة. الرسول صلى الله عليه وسلم راح في البادية عند المرضعة بتاعته اسمها السيدة حليمة السعيدية من قبيلة ايه؟ وخلي بالي منها وحط عليها دايرة، قبيلة بني سعد. قعد عندها كم سنة؟ 1 2؟ لا، ده قعد الرسول عندها 4 سنين. بيقول ان كانوا افضل واعوام خير وبركة على قبيلة بني سعد كلها. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 4 سنوات عند حليمة السعيدية. راح لأمه آمنة بنت وهب، توفيت وهو عنده 6 سنين. يبقى أمه وأبوه توفوا، أبوه قبل ميلاده وأمه وهو عنده 6 سنوات. مين اللي هيكفله بعد أمه يعني ربيه؟ جده عبد المطلب. عبد المطلب ربى الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي والرسول عنده 8 سنوات. طب لما الرسول توفى مين اللي هيكفله؟ عمه أبو طالب. عمه أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يروح يعيش مع عمه وولاد عمه. أبو طالب حب الرسول جدا، وطبعا أحسن تربيته ورعايته لدرجة إن هو كان بيحبه حتى أكتر من ولاده. فالرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان فقير، عنده ولاد كتير، فالرسول اتجه لحرفة أو هيشتغل إيه؟ بالرعي. يبقى ما أقول بما تفسر، اشتغل محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته بحرفة الرعي. بما تفسر لأن عمه كان فقير كثير الأبناء. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل بحرفة الراعي. راعي طب هل الراعي دي هتدي الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصفات؟ ايه الصفات اللي اتخذها محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده احنا عندنا صفات كتيرة قوي. عندي صبر، عندي تواضع، عندي رحمة، عندي عطف، عندي شجاعة. دي كلها صفات اكتسبها محمد صلى الله عليه وسلم من حرفة الراعي. حلو. الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته اشتغل بحرفة الرعي، واستمر في شبابه يعمل برعي الأغنام. من رعي الأغنام لحرفة التجارة. خرج في رحلة تجارية إلى الشام. ده خرج رحلة واحدة بس، ده أكتر من رحلة تجارية طبعا. ربنا سبحانه وتعالى كان بيحفظه من أي مخاطر.
الرسول صلى الله عليه وسلم اتعرف في شبابه باسم الصادق الأمين. الصادق الأمين، طب ليه لقبوه بالصادق الأمين؟ لكثرة صدقه وأمانته، ده كمان كان معروف عنه الطهارة ورجاحة العقل. حلو قوي. طب ما النتائج المترتبة على ان الرسول عليه الصلاة والسلام لقب بالصادق الامين؟ مين اللي سمعت عنه؟ السيدة خديجة. لما سمعت عنه السيدة خديجة راحت بعت بسرعة ميسرة، ده كان الخادم بتاعها، وقالت له روح لمحمد وقول له ان انا عايزاه يطلع في رحلة تجارية لبلاد الشام يتاجر بالفلوس بتاعتي. خلاص، فميسرة راح طبعا مع مين؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام. لما رجعوا بدأ ميسرة يحكي للسيدة خديجة عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعجبت به وطلبت منه الزواج فتزوجها. الرسول صلى الله عليه وسلم أنجب من السيدة خديجة ولدان، طبعا عبد الله والقاسم، كان يلقب بأبو القاسم. وهو طبعا أنجب منها 4 بنات، زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض نزول الوحي. كلمة وحي يعني ايه؟ هو ما ينزله الله على الأنبياء عن طريق جبريل عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعبد في غار حراء، يطلع كده يتعبد فيه، يتأمل في خلق الله، ده في شمس، ده في قمر، ده في جبل، ده في يبقى فيه طبعا مين؟ رب. الرسول كان بيتعبد في غار حراء وهو كان عنده كام سنة؟ عنده 40 سنة. وبيتعبد في إحدى ليالي شهر رمضان، وهو عمال يتعبد في هذا الغار نزل عليه جبريل عليه السلام وبدأ يمسك الرسول، ودي كانت لأول مرة الرسول يشوف فيها جبريل. يبقى البعثة نزل الوحي على الرسول عنده كام سنة؟ 40 سنة. الفترة دي كلها كان ربنا سبحانه وتعالى بيجهزه طبعا لحمل الرسالة. نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ يمسك محمد ويهزه ويقول له اقرأ يا محمد. الرسول يرتجف وخايف ويقول له ما أنا بقارئ، يقول له اقرأ يا محمد، يقول له ما أنا بقارئ، اقرأ يا محمد، طب ما أنا بقارئ. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ودي كانت أول آية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هو مش فاهم حاجة. رجع على البيت للسيدة خديجة وهو يرتجف ويرتعش. احنا لما بنكون خايفين نقعد خايفين طبعا، فبدأ طبعا هو يرتجف فدخل عليها، فطبعا قال لها ايه؟ زملوني زملوني، يعني غطيني غطيني، من شدة طبعا مين؟ الخوف. وقعد يحكي للسيدة خديجة. هل السيدة خديجة كان لها دور؟ ده كان لها دور كبير جدا. عملت ايه؟ بدأت ان هي تطمنه وتهديه، وقالت له ايه؟ والله لا يخزيك الله ابدا. بدأت تقول للرسول بعض الصفات الحميدة اللي فيه. كان عندها ابن عمها اسمه ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل ده كان على دين إبراهيم اللي هي الحنيفية، بس كان عالم بالإنجيل. لما خدته الورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل طمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له هذا هو الناموس. الناموس يعني ايه؟ الوحي. ده الناموس اللي نزل على مين؟ يبقى ورقة بن نوفل قال له هذا هو الناموس، يعني هذا هو طبعا ايه؟ الوحي. بدأ مرة تانية ينزل جبريل عليه السلام لمحمد ويخبره ان هو نبي هذه الأمة ويحمله الرسالة. طيب تعال نشوف مع بعض مراحل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. مرت بكم مرحلة؟ مرت ب4 مراحل. هبدأ بأول مرحلة فيها اللي هي مرحلة سرية الدعوة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما هيبتدي إن هو يقول للمين؟ للمقربين ليه. طيب سرية الدعوة استغرقت كم سنة؟ 3 سنوات. طيب الرسول بدأ يدعو المقربين له. أول من أسلم من الرجال أبو بكر صديقه، أول من أسلمت من النساء عند السيدة خديجة زوجته، أول من أسلم من الصبية وكان لسه عنده 10 سنين طبعا مين؟ ابن عمه علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي عندي خادمه زيد بن حارثة. حلو قوي. طب في المرحلة السرية المسلمين وصل عددهم كام؟ أكتر من 30. فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز لهم مكان يعلمهم فيهم الدين الإسلامي، فخد لهم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، دي أول مدرسة لتعليم الدين الإسلامي.
دي حاجة صعبة، يبقى كده المرحلة ايه؟ السرية. حلو قوي. طب تعالوا نشوف المرحلة الجهرية بقى أو العلنية دي استغرقت قد إيه، أو هنقول دي بعد 3 سنوات طبعا من الدعوة السرية. هنا بقى كانت بأمر من ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا أخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد أصدع بأمر ربك، يعني خلاص بقى قول للناس كلها إن أنت نبي هذه طبعا إيه؟ الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم طلع فوق جبل يسمى جبل الصفا. طبعا الرسول كان معروف عنه الصادق الأمين، عمره ما كذب أبدا. بدأ يدعو للناس كلهم تعالوا، فتجمعوا وواقف على جبل الصفا. بدأ يقول لهم حوار كان حلو قوي: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم تصدقوني؟ يعني ورا الجبل دي أعداء هتيجي تحاربنا، هتصدقوني؟ فقالوا له إيه؟ نعم، ما جربنا منك كذب قط، ده أنت الصادق الأمين، أنت عمرك ما كذبت. فقال لهم إيه؟ فإني نذير لكم بين يدي عذاب إيه؟ شديد، يعني النبي هذه الأمة. حلو. هنا هيظهر أشد المعارضين لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. طيب يبقى عم الرسول اللي كان معاه بيسنده أبو طالب، أشد المعارضين عمه مين؟ أبو لهب. أبو لهب كده سكت وراح منفعل في الرسول وقال له: تبا لك، هو أنت توعدتنا النهاردة عشان تتوعدنا بالعذاب؟ يبقى خلي بالنا تاني مين أشد المعارضين. حلو قوي. هنا بقى هتظهر لنا موقف قريش من الدعوة الإسلامية. ده قريش عملت العمايل زي ما احنا بنقول. قريش رفضت الدعوة الإسلامية وحاربتها منذ اللحظة الأولى، يعني أول ما نزلت كانت بتحارب الدعوة الإسلامية. طب ليه؟ قريش فكرت، قالت لك لا، ده الدعوة الإسلامية دي بتهدد مصالحي ومكانتي ما بين القبائل، ما ينفعش. تاني حاجة إن الدعوة تخالف دين آبائنا وأجدادنا، فإحنا إزاي هذا الدين؟ تمام كده. هي ما كانتش تعرف ان الدين الاسلامي سبب عزتها وكرامتها. حلو. قريش هتعمل ايه بقى؟ هل هي هتسكت؟ لا طبعا هي مش هتسكت للمسلمين. بدات ان هي تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب، بالسحر، طبعا عندي بالجنون. طب ايه كمان؟ بدات تجيب المسلمين وتعذبهم، بس المسلمين صبروا وثبتوا. طب قريش لقيت مفيش فايدة، المسلمين مكملين، طب هتعمل ايه؟ بدأت تعرض الأموال والزعامة على الرسول. ازاي؟ طبعا هي عارفة مين اللي بيساند الرسول، عمه أبو طالب، فراحت متكلمة مع عمه أبو طالب. فعم أبو طالب راح لمحمد وقال له: يا محمد، قبيلة قريش بتعرض عليك المال والزعامة، هتبقى زعيم قريش بس على شرط، وتاخد الأموال بس على شرط تترك هذا الدين. فالرسول رد عليه قال له ايه؟ قال له: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. شوف بقى، لما كنت حد يقول لك ده انت لو جبت الشمس كده في ايدي والقمر انا مش هسيب برضو الامر. طب هل قريش عملت ايه بقى لما الرسول رفض؟ بدات تحاصر المسلمين وتعمل لهم طبعا ايه؟ مقاطعه طبعا. عملت لهم المقاطعه ان محدش يتعامل مع المسلمين ولا قبيله بني هاشم، واستمرت المقاطعه لمده كام سنه؟ 3 سنين. طب هل ده خلى ان المسلمين اتردوا عن الاسلام؟ لا طبعا. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب اشتداد، يعني ان قريش بدأت ان هي تعذب المسلمين والإزاءة بتاعتهم او شدة اللي هم بيعذبوه كبيرة قوي. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم هيبتدي الهجرة الأولى اللي هي الهجرة إلى الحبشة اللي هي أثيوبيا، ودي كانت بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. طب بما تفسر ليه الهجرة إلى الحبشة؟ بسبب اشتداد إزاء قبيلة قريش للمسلمين والرسول وأصحابه. طيب بما تفسر ليه الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الحبشة بالأخص؟ قال لك والله ده الحبشة ملكها النجاشي عادل لا يظلم أحد، وإن الحبشة أرض صدق. دي كانت الهجرة الأولى بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في عام يسمى عام الحزن. إيه المقصود بعام الحزن؟ ده العام
اللي توفيت فيه السيدة خديجة زوجة الرسول وعمه أبو طالب، يعني الاتنين اللي كانوا بيساندوه في نشر الدعوة الإسلامية. فالرسول صلى الله عليه وسلم بسبب اشتداد إيذاء قبيلة قريش بدأ يفكر في مكان جديد غير مكة ينشر فيه الدعوة الإسلامية، خاصة بعد فقد مين؟ عمه أبو طالب وزوجته السيدة خديجة. الرسول خرج، راح فين بقى؟ نركز شوية كده. راح يطلب النصرة من قبيلة ثقيف. قبيلة ايه؟ ثقيف، وخلي بالي منها وحط عليها دايرة كبيرة، ثقيف. طيب قبيلة ثقيف في أهل مين؟ أهل الطائف. حلو. الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح، طبعا كان موقف صعب قوي من قبيلة ثقيف وأهل الطائف، رفضوا دعوة الرسول. ده مش رفضوها بس، ده أذوا الرسول، خلوا الصبية طلعت على الرسول صلى الله عليه وسلم تحدفه بالحجارة، لدرجة إن الرسول صلى الله عليه وسلم دميت قدماه ومشي على الحجارة. تخيل انت بقى الصبر اللي الرسول طبعا صلى الله عليه وسلم صبره. طيب الرسول وهو راجع من رحلتي الإسراء من طبعا هو راجع من رحلة الطائف، قعد جنب حديقة، قعد يكلم ربنا سبحانه وتعالى، يقول له يا رب أنا زوجتي اللي كانت بتساندني ماتت، وعمي اللي كان بيساندني في الدعوة مات، رحت أطلب النصرة من قبيلة ثقيف إن هي تساندني، ضربوني وأذوني. فربنا سبحانه وتعالى حب يخفف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعشان يخفف عنه بدأ إنه هو يعمل له رحلتي الإسراء والمعراج. يبقى اما اجي اقول بما تفسر رحلتي الإسراء والمعراج تخفيفا للرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا خاصة بعد ايه؟ بعد فقد عمه وزوجته ورفض أهل الطائف الدعوة. طب حلو قوي، تعالوا نشوف مع بعض ايه الإسراء والمعراج. كلمة الإسراء يعني ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم هيخرج ليلا من المسجد الحرام اللي هي مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين. طيب المعراج العلو والصعود للطبقات العليا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص طلع من هنا بالليل، راح المسجد طبعا ايه الأقصى في فلسطين، وطبعا كلنا عارفين القصة، وقابل الأنبياء والرسل وطلع وصلى معاهم وطلع لسدرة المنتهى. لما رجع طبعا ده كل ده كان بالليل. لما رجع بدأ إن هو يحكي قدام قبيلة قريش، ده أنا رحت وجيت وده، فبدأوا يقولوا أنت مجنون، ده انت عشان تطلع من هنا، طبعا ايام زمان لا في بقى لا طياره ولا في صاروخ ولا ده كان بالجمال وفي الصحراء، وده انت مجنون، انت ازاي هتطلع وتيجي في نفس الوقت في الساعات دي، ده انت عايز لك شهرين 3 عقبال ما تروح وترجع. طيب مين اللي صدقه؟ ابو بكر. ابو بكر قال ايه؟ اذا محمد قال ذلك فقد صدق، ومن هنا سمي أو لقب أبو بكر بالصديق. يبقى اما اجي أقول بما تفسر سمي أبو بكر بالصديق لأنه صدق الرسول في رحلتي الإسراء والمعراج. أظن كده الدنيا سهلة، حلوة قوي. طيب قريش رفضت الدعوة الإسلامية صح؟ حلو. وأهل الطائف طبعا رفضت أن هي تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قعد يفكر، قال لا أنا لازم أفكر في أسلوب جديد لنشر الدعوة الإسلامية. حلو. إيه هي بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يعرض نفسه على القبائل والوفود اللي بتأتي للحج. طب ليه؟ قال لك والله الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا عايز يدعوهم إن هم يدخلوا للإسلام، وطبعا ينصروه ويبلغوا الدعوة الإسلامية. فالرسول صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، وخلي بالي في العام 11 من البعثة، 11 يعني ايه؟ 11 من البعثة، هنقول هجرة هيبقى غلط. حلو. في العام 11 من البعثة الرسول صلى الله عليه وسلم التقى ب6 رجال من أهل يثرب، دعاهم للدعوة الإسلامية، استجابوا. بس هل هم استجابوا كده على طول؟ لا، ده تيقنوا أو تأكدوا أن هو النبي اللي حدثتهم اليهود إيه عنه. طيب يبقى احنا عندنا كده ال6 خلاص امنوا بالدعوة الإسلامية، هيرجعوا ليثرب، هيدعوا قومهم للإسلام. حلو قوي. هتحصل عندي بيعتين 2،
بيعة اسمها بيعة العقبة الأولى وبيعة اسمها بيعة العقبة الثانية. إيه ده؟ إيه كلمة بيعة دي؟ كلمة بيعة عهد أو اتفاق. أقول لك عهديني أو عاهدني على الحاجة دي، يبقى احنا بنتفق على حاجة معينة. وهنا مهمين جدا البيعتين. طبعا هقول قارن أو هقول ما النتائج أو هقول طبعا أنا عندي اشرطها. طيب نبدأ أول حاجة بيعة العقبة الأولى. أنا عندي بيعة العقبة الأولى وقلت تاني أخلي بالي في العام ال12 من البعثة مش الهجرة. حلو. الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بوفد من أهل يثرب، وفد يعني ناس من يثرب، كان عددهم 12 رجل، 10 من قبيلة اسمها قبيلة الخزرج واثنين من قبيلة طبعا إيه الأوس. حلو. عهد الرسول عليه السلام على ايه؟ شروط البيعة: ألا يشركوا بالله، ألا يسرقوا، ألا يقتلوا أولادهم، ألا يعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أي ايه؟ معروف. طيب ايه النتائج المترتبة على دي بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعت لهم مصعب بن عمير يعلمهم الدين الإسلامي ومبادئ الدين الإسلامي، فأصبح مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام. يبقى ما اجي اقول تاني من هو اول سفير في الاسلام؟ مصعب بن عمير. طيب نشوف بيعة العقبة الثانية، هي الأولى 12 من البعثة، يبقى الثانية 13 من البعثة. هنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بوفد من أهل يثرب عددهم 73 رجل وامرأتان، يعني كلهم كام؟ 75. ايه شروطها؟ هيحموا الرسول صلى الله عليه وسلم وينصروا إذا هاجر إيه إليهم. طب النتائج؟ أصبحت يثرب مهيئة لاستقبال مين؟ المسلمين. نشوف كده الهجرة إلى يثرب اللي هي المدينة المنورة بعد الإسلام. أنا عندي الرسول عليه السلام خلاص المرة دي الهجرة بأمر من ربنا سبحانه وتعالى، ودي الهجرة الثانية، لأن الهجرة الأولى بأمر من النبي كانت للحبشة. حلو. ايه اسبابها بقى؟ هتحصل مؤامرة من قبيلة قريش ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ليه تاني قبيلة قريش بتتآمر على المسلمين؟ هي مش هتتهد بقى؟ لا طبعا، دي بدأت تدرك وتفكر ان طبعا ان خطورة تجمع المسلمين في يثرب هيكونوا قوة عليها، فبدأت تسعى بكل الطرق ان تمنع الرسول من ايه؟ من الهجرة. حلو. عملوا ايه؟ اتجمعوا في دار الندوة، كل زعماء قريش كده اتجمعوا في حته اسمها دار الندوه، واتفقوا ان هم هياخدوا من كل قبيله شاب. ليه؟ ليضربوا الرسول صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد بسيوفهم. طبعا انت ما تاخد من كل قبيلة شاب اللي هيحصل هيتفرق دمه بين القبائل، فقبيلة بني هاشم اللي منها الرسول مش هتقدر تاخد طبعا مين؟ حق ايه؟ الرسول. لكن ربنا سبحانه وتعالى أخبر الرسول بهذه طبعا إيه؟ المؤامرة لما الرسول خرج وكلهم نايمين فأغشيناهم فهم لا يبصرون، كانوا نايمين بس عينهم مفتحة ما حسوش طبعا بخروج مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تعال نشوف بقى، هو الرسول هاجر كده وخلاص؟ لا، ده صلى الله عليه وسلم عمل لي خطة. طب تعال نشوف الخطة كده. راح لأبو بكر وقال له يا أبو بكر جهز راحلتين. يعني ايه؟ يعني جمالين عشان احنا هنقوم بالهجرة. طيب الرسول لو مشي هو أبو بكر في الصحراء لوحده هيتوه ومش عارف طبعا الشوارع او الطرق اللي احنا بنقول عليها بتاعت الصحراء عامله ازاي، فاستأجر دليل امين. خلي بالكم دليل امين بس ما كانش مسلم لسه، كان اسمه عبد الله ابن أريقط. يبقى الدليل الامين مين اللي هيعرف الطريق للرسول عليه الصلاه والسلام في الصحاري؟ عبد الله بن أريقط، ولم يكن قد اسلم. نبه تاني. حلو. الرسول عليه الصلاه والسلام راح لعلي بن ابي طالب وقال له يا علي رد الامانات لاهلها. كانوا ايام طبعا ساعتها عشان الرسول صادق وامين، لو حد عايز حاجه يخليها امانه عند الرسول. وفي نفس الوقت علي بن ابي طالب اول فدائي في الاسلام نام في فراش الرسول ليخدع المشركين ان الرسول هو اللي نايم. حلو. طيب ايه كمان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا طلع هو وابو بكر الصديق ماشيين للهجره. ايه اللي حصل؟ كان معاه ابو بكر، راحوا استخبوا في غار يسمى غار ثور.
يبقى الرسول الكريم كان يتعبد في غار حراء، لكنه طبعا اختبأ أثناء الهجرة في غار ثور. قعدوا كم ليلة؟ صح وغلط، 3 ليالي. يبقى اختبأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في غار ثور حوالي 3 ليالي. الرسول عليه السلام كان مكلف بعض الشخصيات القادرة على تنفيذ الهجرة بعدة عوامل. عندي عبد الله بن أبي بكر قال له أنت هتتبع لي أخبار المشركين وتقول لي هم بيعملوا إيه. طيب أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين دي اللي هتجيب الطعام للرسول عليه الصلاة والسلام ولأبوها أبو بكر. طيب الرسول وهو ماشي طبعا وأبو بكر، الرمل بتعمل علامات بتاعة الرجلين في قلب الرملة، فطلب من عامر بن فهيرة، ده كان راعي أغنام، يمشي وراهم عشان الأغنام تخفي آثار طبعا أقدامهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل الغار المشركين تتبعته، راحوا للغار لقوا عليه الحمامة راقدة على البيض والعنكبوت. الله، امال هو راح فين؟ مش معقول يعني هيخش في الكهف دوت او في الغار دوت وحمامة وعنكبوت، يعني مش هينفع. فأبو بكر بدأ يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ده لو حد فيهم بص تحت رجليه هيشوفنا. فأبو بكر كان بيقول له، فطبعا الرسول عليه السلام كان بيقول طبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، محمد بيقول للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لأبو بكر، معلش أنا سرحت، يا أبا بكر ما بالك باسنان كان الله ثالثهما. طب إحنا نستنتج من هنا إيه عوامل نجاح خطة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أول حاجة توفيق الله وعنايته. طيب إيه كمان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اختار الناس القادرة على تنفيذ الخطة، كل واحد قدر إن هو ينفذ الحاجة اللي الرسول كلفها له. طيب السرية التامة، ما قالش لحد إن أنا هاجر. حلو قوي. الرسول كده صلى الله عليه وسلم هاجر إلى يثرب اللي هي المدينة المنورة بعد الإسلام. طيب ما النتائج المترتبة على إنه هاجر إلى يثرب؟ هيأسس الرسول دولة الإسلام. طبعا احنا عندنا أسس طبعا بناء الدولة الإسلامية 3 حاجات. أول حاجة الركن الأول وأركز عليه بناء المسجد. تاني حاجة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. تالت حاجة اللي هي وضع مبادئ التعايش مع الآخر أو صحيفة المدينة. طيب الرسول عمل المسجد ليه؟ بما تفسر أكيد مقر للحكم، أنا رايح مكان جديد، دار للعبادة، ما كان لسه ما فيش مكان يتعبدوا فيه، مدرسة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي. طيب تاني حاجة الركن الثاني مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الله، هم من المهاجرين ومن الأنصار؟ مهاجرين أهل مكة اللي سابوا فلوسهم وأموالهم وديارهم وهاجروا للمدينة، أمال من الأنصار؟ أهل المدينة اللي استقبلوا المهاجرين. طب الله، هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيأخر ما بينهم ليه يعني؟ طبعا عشان يسود الحب والإخاء والتعاون ما بين المسلمين. طبعا الأنصار كانوا بيتسابقوا ان هم يفضلوا المهاجرين على أنفسهم، اللي هو الإيثار. طيب ثالث ركن اللي هو وضع مبادئ التعايش اللي هو صحيفة المدينة. طب هو الرسول عليه الصلاة والسلام حط لي صحيفة المدينة أو دستور المدينة ليه؟ طبعا هو عاوز يحدد حقوق وواجبات وعلاقة كل من يقيم في المدينة، ويحدد علاقتهم بمن هم خارج المدينة، عشان ما بقول بما تفسر وضع الرسول صلى الله عليه وسلم صحيفة المدينة. تاني يحدد حقوق وواجبات وعلاقة كل من يقيم في المدينة كما يحدد علاقتهم بخارج المدينة. فحطي طبعا صحيفة المدينة أو دستور المدينة. طبعا المدينة مش المسلمين بس اللي عايشين فيها، ده كان فيهم أخطر فئة اليهود. فالرسول صلى الله عليه وسلم حط النصوص عشان يضمن شرهم. فبس أمنهم على أمنهم على دينهم، حرية العقيدة، عايزين في دينكم خليكم. أمنهم على أموالهم وعلى دور طبعا عبادتهم، بس على شرط المسلمين واليهود عايشين في مدينة واحدة، يبقى لو حصل أي خطر للمدينة الاتنين يحافظوا على على المدينة. يبقى كده اتأسست معايا؟ اتأسست أركان الدولة الإسلامية. طيب خلاص كده الرسول عليه السلام بدأ إن استقرت الدولة الإسلامية. هتبدأ بقى ثالث مرحلة اللي هي مواجهة المعتدين على الدعوة.
طيب أنا عندي حاجة اسمها السرايا ومفردها سرية، وعندي حاجة اسمها الغزوات مفردها غزوة. الله، هو في فرق ما بين الغزوات والسرايا؟ طبعا، ده أنا عندي الغزوات معارك خاضها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، الهدف منها بدافع عن الدين الجديد اللي هو الدعوة الإسلامية، أخلي بالي من الاتنين. طيب أمال السرايا؟ حملات وجهها الرسول ضد المشركين ولم يحضرها. طب الهدف منها إيه؟ هضعف قوة قريش الاقتصادية عشان يكفوا بقى كيدهم وعدائهم لمين؟ للمسلمين. طيب كده عرفنا يعني إيه غزوة ويعني إيه سرية. نبدأ بغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك إن إحنا ما كناش بنغزو، إحنا كنا بندافع عن ديننا. أول غزوات الرسول هناخدها غزوة بدر. غزوة بدر بقى كانت 2 هجرية. طبعا احنا مش بناخد كل الغزوات، احنا بناخد أجزاء منها. أنا عندي غزوة بدر أطراف قريش ضد المسلمين. طيب لما أجي أقول بما تفسر غزوة بدر، هي إيه سببها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يسترد بعض أموال المسلمين اللي استولت عليها قريش بعد الهجرة، فراح مقترح على أصحابه: إيه رأيكم هننتظر قافلة تجارية لقريش جاية من بلاد إيه؟ الشام. حلو. مين قائد القافلة من المشركين أو من قريش؟ أبو سفيان. أبو سفيان لما عرف إن المسلمين هتعترض القافلة غير مسار القافلة، يبقى إحنا كده ما اعترضناهوش. بس على الرغم من ده قبيلة قريش أصرت إصرار إن هي تحارب المسلمين. الله، طب عملت إيه؟ خرجت بجيش، الجيش عدده من قريش ما بين 900 ل1000 مقاتل، ده كبير قوي. امال احنا عددنا كام؟ لا، ده احنا عددنا كان ساعتها 313 مقاتل، ما جبناش حتى النص. حلو قوي. طيب ايه اللي حصل؟ طبعا قريش راحت عند بئر يسمى بئر بدر، فالرسول عليه السلام كان بياخد بمبدأ الشورى، فبقول لك دلل ان الرسول اخذ بمبدأ الشورى. الرسول اشار اصحابه فاشاروا عليه ان احنا هنخرج لقتال طبعا ايه؟ قريش. طلع عندي واحد اسمه الحباب ابن المنذر، حباب ابن المنذر، فبدأ يقترح على الرسول، قال له: يا رسول الله احنا هنعسكر عند اقرب بئر من ابار المشركين اللي هو بئر مين؟ بئر بدر. فالرسول خرج بالجيش بتاعه 313 مقاتل، وصلوا الى بئر مين؟ الى بئر بدر. دارت المعركة ما بين الطرفين، بدأ الرسول يشجع طبعا المسلمين وبشرهم بنصر الله. طبعا ربنا سبحانه وتعالى أمد المسلمين بملائكة تحارب معهم. يبقى اما اجي اسال هي ايه الغزوه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بشره ان هو هيمده بملائكه تحارب معه، او ربنا امده بجيش من الملائكه؟ كانت غزوه بدر. طب النتائج؟ انتصرنا واتهزمت قبيله قريش رغم ان احنا عددنا كان اقل منهم. طبعا احنا انتصرنا بسبب ايه؟ قوه ايماننا بالله، وخدنا باسباب النصر. طبعا نستفيد من كده ايه؟ التاكيد على مبدا الشورى. انتهينا من غزوة بدر. قريش مش هتسكت لنا، هي هتسيبنا؟ لا طبعا. هندخل في غزوة اسمها غزوة أحد، ودي كانت 3 هجرية. قريش ضد مين؟ المسلمين. طب سببها بما تفسر غزوة أحد؟ أرادت قريش الانتقام من المسلمين. قال لا، ليه؟ لأنها اتهزمت في غزوة بدر. قريش جهزت جيش كبير جدا، عدده بقى المرة دي 3000 مقاتل، كتير جدا. امال احنا كنا كام؟ ده احنا كنا 1000. طيب واتحركوا رايحين نحو المدينة، ونزلوا عند جبل يسمى جبل أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم برضو أخذ مبدأ الشورى، احنا هنعمل ايه؟ فقالوا له: يا رسول الله احنا هنخرج طبعا ايه؟ بالخروج من المدينة. الرسول خرج، الجيش بتاعنا 1000 من المسلمين. كان في تلك الفترة المنافقين، ناس دخلت الإسلام وهي حاقدة عليه، عايزة تعمل فتنة ما بين المسلمين. كان منهم مين؟ عبد الله بن سلول. عبد الله بن سلول كان زعيم المنافقين، رجع بتلت الجيش. يعني احنا كمان 1000 مقاتل رجع منه التلت. حلو قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يخطط للمعركة، وبدأ ان هو يختار 50 رامي، الناس اللي بترمي السهم، وقال لهم: انتوا هتقفوا هنا عند الجبل، ما تتحركوش لا في حالة الهزيمة ولا في حالة النصر. طب في بداية المعركة انتصرنا. حلو قوي. الرسول قال ايه صلى الله عليه وسلم للرماة؟ ما تنزلوش طبعا من اماكنكم لا في حالة الهزيمة ولا في حالة النصر. طيب
الرماة خلفوا أوامر الرسول وسابوا الأماكن بتاعتهم وجريوا يجمعوا اللي هو غنائم الحرب اللي هي المكاسب بتاعة الحرب. يا نهار أبيض، طب ما الرسول قايل لهم صلى الله عليه وسلم خلفوا الأوامر. طيب مين قائد المشركين؟ كان لسه ما أسلمش خالد بن الوليد. استغل خالد بن الوليد الفرصة، لف حول الجبل جبل أحد وانقض على المشركين واتهزمنا في غزوة أحد. يبقى اما اجي اقول ايه الغزوة اللي كانت في بدايتها نصر وفي نهايتها هزيمة؟ غزوة طبعا أحد. طيب يبقى تحول فيها النتائج، تحول فيها النصر إلى هزيمة. طب هنستفيد من كده ضروري طبعا الالتزام بأوامر القائد طبعا فين؟ في الحرب. طب حلو قوي، نكمل مع بعض كده تاني. عندي بقى بعد كده غزوة الخندق، ودي كانت 5 هجرية. لا ده المرة دي الموضوع كبير قوي. المرة دي قريش وحلفائها ضد المسلمين. هي قريش كان لها حلفاء؟ طبعا. احنا عندنا كانت في قبيلة اسمها قبيلة بني النضير. قبيلة بني النضير ديت كانت فئة من اليهود في المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجهم من المدينة لغدرهم وخيانتهم. يبقى أول قبيلة الرسول خرجها من المدينة سمعوني كده اسمها قبيلة قبيلة بني النضير. تمام كده؟ طيب قبيلة بني النضير أو يهود بني النضير بدأوا إن هم يحرضوا سادات قريش إن هم يحاربوا المسلمين. حلو، تمام. يبقى دي أسبابها استجابت قريش وحلفائها اللي هي القبائل اللي هي حوالين قبيلة قريش بتحريض من مجموعة من سادات يهود بني النضير لقتال طبعا المشركين. طب إيه اللي حصل؟ قريش خرجت هي والحلفاء في جيش عدده 10,000 مقاتل نحو المدينة. 10,000 مقاتل، ده كتير قوي. امال المسلمين كانوا كام؟ طبعا 3,000 مقاتل. طيب الرسول هياخد بمبدأ الشورى ويقول دلل. الرسول استشار على اصحابه، احنا هنعمل ايه؟ طلع واحد اسمه سلمان الفارسي، منساش، الذي اشار على الرسول بحفر الخندق. خندق اللي هي يعني الخندق اللي هي عبارة عن الحفرة العميقة اللي هتحوط بها المدينة. يبقى الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق سلمان الفارسي. فلما أشار على الرسول بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب بالفكرة جدا، بدأ يسرع هو والصحابة إنهم يحفروا الخندق قبل ما يجي طبعا مين؟ المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في جيش عدده 3,000 مقاتل. الجبل ورا المسلمين والخندق طبعا محوط مين؟ المدينة. قريش وحلفائها أول ما جم وشافوا الخندق تعجبوا وقالوا لا دي إنها مكيدة ما عرفها العرب من قبل. فإيه اللي حصل؟ قعدوا يحاصروا في المسلمين، طبعا حصار كان لمدة شهر. طيب هو اللي كان مع المسلمين من جوه في المدينة هل كان في يهود؟ كانوا يهود اسمهم يهود بني قريظة. الله، ده الرسول عامل معاهم صلح المدينة أو عهد المدينة. يعني احنا نحمي المدينة كلنا. ايه اللي حصل؟ خان يهود بني قريظة العهد ما بينهم وما بين الرسول وانضموا للمشركين. يبقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم محاصر من كام جهة؟ جهتين، من الخارج قريش وحلفائها ومن الداخل قبيلة بني قريظة. الحصار زي ما قلت قعد لمدة شهر كامل. ربنا سبحانه وتعالى أرسل رياح شديدة جدا اقتلعت خيام المشركين كلها، قذف الله في قلوبهم الرعب. خلاص فانتصرنا برضو بأمر الله، والمشركين رجعوا خاسرين. طب احنا نستفيد من هنا برضو من الغزوة دي؟ الأخذ بمبدأ الشورى والتماس النصرة طبعا أو النصر من عند الله. طيب بعد ما خلصت الغزوة الرسول صلى الله عليه وسلم عمل تخلص من قبيلة بني قريظة. ليه؟ لأن طبعا هم خانوا العهد، غدرهم وخيانتهم. عندي المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة عالمية الدعوة. خلاص بقى ده كده هتبقى للعالمية، اللي هو عندي صلح الحديبية كان 6 هجرية. ده صلح وليس غزوة. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج هو في جمع من أصحابه رايحين مكة لأداء العمرة. الرسول طبعا لما وصل هو أصحابه إلى مكان يسمى الحديبية قال لعثمان بن عفان تعالى روح اخبر قريش ان احنا مش جايين لقتال، ده لو قريش شافتنا بالعدد ده كله هتقول ان احنا جايين نقاتلهم، طبعا هتمنعنا ان احنا ندخل طبعا مكة.
عثمان بن عفان راح يخبر قبيلة قريش، تأخر في العودة. ده مش تأخر وبس، ده أشيع بين المسلمين إن عثمان بن عفان قتل، فالمسلمين زعلوا. ايه ده؟ يعني هما بيقتلوا طبعا اللي هو المندوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فبسرعة المسلمين تجمعوا في 6 هجرية وعملوا لي بيعة وما ننساهاش، اسمها بيعة الرضوان. يبقى اما نيجي نسال في المنهج ايه بيعه الرضوان دي، هيرد حد بقى يقول لي مس احنا خدنا الا بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه. لا، انا عندي 6 هجرية بيعه الرضوان، سببها ان المسلمين كلهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على قتال قريش، نتيجه ان هم ايه، اشيع مقتل عثمان ابن ايه، عفان. طيب قريش لما عرفت رجعت عثمان بن عفان وعملوا معانا صلح يسمى صلح الحديبيه. نشوف شروطه كده. صلح الحديبية أول شرط فيه إيقاف الحرب بين الطرفين لمدة 10 سنين، لا انتوا تحاربونا ولا احنا نحاربكم. حلو. طيب احنا كنا 6 هجرية، هتروحوا تأدوا العمرة، لا هنأجلها للعام القادم، يبقى تأجيل دخول المسلمين لمكة للعام القادم. حلو. من أراد من القبائل أن يدخل في حلف محمد دخل. مين اللي كان في حلف محمد صلى الله عليه وسلم؟ قبيلة اسمها قبيلة خزاعة. ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل فيه، مثل قبيلة مين؟ بكر. يبقى خزاعة مع المسلمين وبكر مع مين، عشان ما ننساش عشان هنجيلها دلوقتي، مع قبيلة ايه؟ قريش. طيب بص الشرط بقى الرابع، من أتى إلى قريش من المسلمين لا ترده. ايه ده؟ يعني انت دلوقتي كقريش لما يجيلك حد من المسلمين تاخديه؟ طب واحنا ومن اتى الى محمد من قريش ردوا اليه، واحنا لو جالنا حد في الفتره دي خلال 10 سنين من قريش لازم ان احنا نرجعه. ايه ده يا استاذ؟ ده كده شروط دي صعبه قوي بالنسبه للمسلمين واحنا نقبلها ليه؟ انا عايزه اقول على حاجه، معنى ان قريش تقعد وتحط ايديها في ايد الرسول صلى الله عليه وسلم وتعمل معاه صلح او معاهده او بيعه، يبقى هي كده امنت بالاسلام. ما هو مش اي حد هيعمل ده. طيب ايه النتائج بقى المهمه على صلح الحديبيه؟ بدأ ان نركز عليها ومهمه جدا، ما النتائج المترتبه على صلح الحديبيه. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إرسال ملوك ورؤساء العالم كلهم يدعوهم للدخول في الدعوة إيه؟ الإسلامية، فأصبحت عالمية طبعا إيه؟ الدعوة، وهنقف قدام أي حد يواجه الدعوة طبعا إيه؟ الإسلامية. حلو. طب إحنا هنستفيد من هنا إيه في صلح الحديبية؟ احترام العهود والمواثيق. تاني حاجة هيظهر لي أهمية دور المرأة في المجتمع الإسلامي. ايه ده؟ هو كان للمرأة كمان دور؟ احنا اتكلمنا قبل كده عن السيدة خديجة ودورها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا هيظهر دور السيدة ام سلمة. الله، مين ام سلمة؟ زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب كان دورها ايه؟ طبعا المسلمين لما تأجل العمرة للسنة الجاية قاعدين زعلانين قوي، خلاص بقى يعني كانوا زعلانين. فالرسول السلام طلع لهم وقال لهم احلقوا وانحروا، يعني اذبحوا. فمن شدة زعلهم ما عملوش بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول دخل لأم سلمة زعلان جدا وبيحكي لها ان المسلمين خلفوا كلامه. فالسيدة ام سلمة وست الرسول وقالت له يا رسول الله، يعني فيما معناه ان ده من زعلهم، هم مش بيخالفوك. طب يا رسول الله اطلع انت ما تكلمهمش وانحر واحلق وشوف هم يعملوا ايه. طبعا الرسول طلع حلق وذبح اللي هو النحر. المسلمين كلها بدأت ان هي تتسارع وتتسابق تعمل زي الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا زعلانين جدا من نفسهم ان هم خلفوا اوامر ايه؟ الرسول. فدوت كان دور المرأة في المجتمع الاسلامي، السيدة مين؟ ام سلمة. خلصنا من عالمية الدعوة، صلح الحديبية 6 هجرية، بيعة الرضوان 6 هجرية. ندخل بقى على غزوة خيبر 7 هجرية. وكان لسه في غزوات؟ كان لسه في غزوات. طيب الأطراف المرة دي ما بين مين بقى؟ مش قريش بقى المرة دي، ده المسلمين ضد يهود خيبر. الله، ضد يهود خيبر؟ لأن خيبر ديت كانت مكان فيها يهود يسموا يهود خيبر، كانت مركز مؤامرات ودسائس وغدر وخيانة للمسلمين. ده كمان كانت مثيرة للشغب من اليهود، عمالين يحرضوا طبعا اليهود التانية على قتال طبعا ايه؟ الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بجيش عدده 1600 مقاتل وحاصر طبعا ايه؟ خيبر. طيب استسلمت كل يهود خيبر وانتصر المسلمين. طبعا انا عندي ايه اللي حصل؟ ابقى الرسول على يهود خيبر يزرعون ارضها على ان يكون للمسلمين نصف ما يخرج منها من زرع. ده تسامح،
لأنه المفروض كانوا يطلعوا خالص. في منهم قالوا له يا رسول الله احنا عايزين نقعد. تمام. طيب انا عندي اليهود فضلوا في شبه الجزيره العربيه لغايه ما خلص اللي هو اليهود خالص من شبه الجزيره العربيه عمر بن الخطاب. طب احنا هنستفيد ايه من غزوه خيبر؟ عدم التآمر، التسامح والعفو عند ايه؟ المقدره. يبقى غزوه خيبر التسامح، ان ابقى الرسول صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر يزرعون ارضها مقابل ان يكون للمسلمين نصف ما يخرج منها ايه؟ زرع. طب ده حلو قوي، ده تسامح في الإسلام. الإسلام ما انتشرش بحد السيف، الإسلام انتشر بالتسامح. عندي فتح مكة 8 هجرية، دي فتح وليست غزوة. المسلمين ضد قريش. طب ايه أسبابها؟ نقضت قريش عهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه هو العهد؟ كان صلح الحديبية. ازاي؟ تحالفت طبعا قبيلة بكر تحالفت ضد قبيلة طبعا مين؟ خزاعة اللي هم حلفاء المسلمين. هم قاعدين امنين، راحوا نازلين فيهم في قتال، خلاص قتلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بجيش عدده 10,000 مقاتل رايحين مكة. طبعا احنا كان عددنا كتير قوي، كنا نخوف ساعتها، مفيش موقع دخلناها الا انتصرنا فيها. الرسول دخل مكة، فطبعا قبيلة قريش اول ما شافته خايفين، فبدأ الرسول يدخل وقال لهم يا معشر قريش ما تظنون إني فاعل بكم؟ خايفين بقى، أخ كريم وابن أخ كريم. فالرسول عليه السلام قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وده نوع من أنواع العفو. يبقى أنت عندك العفو عند المقدرة في حاجتين خدناهم، غزوة خيبر وعندك طبعا فتح مكة. فالرسول فتحها وعفى عن أهلها دون قتال. ونخلي بالنا الرسول أصلا صلى الله عليه وسلم لما كان عايز يدخل مكة كان عايز يدخلها بدون إراقة دماء واحدة. طب حلو قوي، ما النتائج المترتبة بقى على فتح مكة؟ لا ده النتائج عظيمة. أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجال ونساء من قريش يعلنون إسلامهم. طب هنستفيد إيه؟ عدم رد الإساءة بالإساءة والتسامح عند المقدرة. كم أنت عظيم يا رسول الله. نكمل. عندي غزوة تسمى غزوة حنين، كانت 8 هجرية. طب احنا المرة دي مع قريش؟ لا، ما احناش مع قريش بقى المرة دي كانت قبيلتين 2، قبيلتي هوازن وثقيف ضد المسلمين. فاكرين ثقيف؟ فاكرين رحلة الطائف؟ هي دي القبيلة. طيب ايه الأسباب بتاعتها ايه؟ ان قررت هوازن وثقيف محاربة المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى من فتح مكة خرج بقى بالجيش بتاعه لحنين. طبعا سمى سهل حنين لقتال قبيلتي هوازن وثقيف. المسلمين برضو يعني الغرور وحش، وهم ماشيين في الطريق خلاص بقى شعروا بقوتهم. ده احنا عددنا كبير، ده احنا العدد عندنا كتير، ده احنا النهارده مش هننهزم يعني في معناه. واول ما وصلوا لحنين ربنا كان عايز يديهم درس. انقضت عليهم مين؟ المشركين، تفرقوا، خافوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ثبت وطلب من عمه العباس نادي على المسلمين فتجمعوا. يبقى انت عندك دلوقتي اللي سند الرسول في الدعوة الإسلامية مين؟ سمعوني، أبو طالب. اللي عرضه وكان أشد المعارضين مين؟ أبو لهب. اللي كان معاه في غزوة حنين وجمع المسلمين تاني وما يتفرقوش قلنا مين؟ العباس. فتجمعوا وانتصرنا. يبقى اما اجي اقول ما هي الغزوة التي كانت في بدايتها هزيمة ونهايتها نصر؟ حنين. امال احد سمعوني كانت في الاول؟ كانت في اولها نصر ونهايتها مين؟ هزيمة. طب احنا هنستفيد من هنا هنستفيد ان النصر لا يأتي بكثرة العدد ولكن طبعا بطاعة الرسول وطبعا وقوة مين؟ الإيمان. آخر غزوة هناخدها النهاردة اللي هي غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت 9 هجرية، ودي آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. بس المرة دي العدو مختلف، لا مش قريش، ده المرة دي المسلمين ضد مين؟ ضد الروم اللي هي أكبر قبيلة على مستوى العالم أو أكبر دولة على مستوى العالم. سوري مش قبيلة، كانت طبعا بتحتل العالم. طب الرسول صلى الله عليه وسلم سببها جهز جيش كبير لقتال المسلمين، لقتال طبعا الروم والقضاء عليه.
تمام كده. او ان احنا بنقول ان الروم كانت الاول جهزت جيش كبير لقتال المسلمين، فالرسول بدأ ان هو يرد عليهم فيجهز الجيش. ايه اللي حصل؟ الرسول عليه السلام جهز جيش عدده 30,000 مقاتل. ياه، ده احنا عددنا كبير. ايوه، لان احنا كمان هنقابل الروم. طيب، جيش المسلمين تحرك نحو تبوك اللي هو المكان اللي كان خاضع للروم. خلي بالكم ان الجيش ده كل المسلمين شاركت فيه، لدرجة ان كمان عندي ابو بكر وعندي عثمان وعندي عمر وكله كان بيدفع في الجيش دوت عشان طبعا ايه، نواجه الروم. طيب، الرسول لما راح تبوك لم يجد الروم موجودين في تبوك. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب. منين؟ من المسلمين، خافوا مشوا. فلما رحنا ما لقيناهمش. النتائج احنا كده انتصرنا. طيب، بس انتصرنا ايه؟ دون قتال، والجيش رجع بسلام. طيب، ايه اللي حصل بقى؟ في السنة 10 من الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لأداء فريضة الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم حجة واحدة بس، اسمها حجة الوداع. بعد ما حج خطب في المسلمين، بدأ يبين لهم مبادئ الدين الإسلامي. الرسول لما رجع بعد طبعا فريضة الحج العام التالي، يعني الرسول الحجة كانت 11 هجرية، مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 ربيع الأول عام 11 هجرية، نفس الميلاد. طبعا بعد أن نادى بالأمانة وبلغ الرسالة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. رحمك الله يا رسول الله وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله بتوفيق الله. خلصنا كده الوحدة الأولى تاريخ. طبعا تابعوني على قناة البزفندي مع دعاء ويارا، هنزل لكم مراجعات، هنزل لكم حل أسئلة، ويا ريت لايك وشير وتفعيل الجرس، وعايزة اشتراكات كتيرة بعد إذنكم. تسلم، مع السلامة.